السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم ام سينا، يوميات ام الابطال. النهارده هنعمل بقى فتة العيد. دي اللحمة اللي انا جبتها من بشتيل من الحفرية، اللي هي الكيلو ب 360. قلت بقى ايه، اعمل منها كده كيلو، اشوف ايه طعمها ودنيتها فيها ايه. طبعا هو مديني 100 جرام على كل كيلو دهون. مادام بقى في دهون انا بحب استعملها بقى ايه بدل السمنة والزيت وكده. هنا بقطع بقى حتة دهنة كده عشان أشوح فيها اللحمة. بصوا بقى اهو بوريها لكم. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، شكلها حلو قوي. انتوا لو شايفين فيها اي حاجة قولوا لي، يعني انا مش خبرة قوي في تنقية اللحمة، ولا اعرف اللحمة كويسة قوي. بس هو اول ما باجي اكلها بقى طعمها بيبقى حلو، حلو خلاص. فهنا كنت بقى بحطها شوحة تشويحة. خليكم بقى معايا وصلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا لرزقنا ليس له من نفاذ. ما شاء الله تبارك الله. بصوا بقى لجمالها وحلاوتها عاملة ازاي. عجبتني جدا بصراحة. يعني أنا ناوية إن أنا مش هشتري لحمة تاني غير من هناك. هنا بقى حطيت معاه قرن فلفل والطماطمية. طبعا كلكم ما شاء الله اللهم صل على النبي شاطرين، وهتعدلوا عليا كمان في الفيديو. يعني انا مش فظيعه في المطبخ، انا بوريكم انا بعمل ايه وخلاص. تمام. هنا طبعا بديها تشويحه كده خفيفه علشان الشوربه ما تغمقش، وهنزل بعد كده عليها بالتوابل، وبعد كده بالميه وايه. بس كنت بحاول ان انا ايه اخليها كلها تاخد ايه تشويحه حلوه. انا بحط معاهم النوى بتاع البلح، ما برميهوش، اللي هو طبعا بتاع رمضان. علشان بتسوي اللحمة والكوارع والحاجات دي أسرع. طبعا حطيت بقى ورق لورا وحبهان وقرنفل، وحطيت كل حاجة ممكن تتحط يعني. بس هي الشوربة بتحبش التوابل كتير علشان ما تبقاش غامقة. دي بقى كنت بعمل الرز، مادام برضو في دهنة ما خلاص بقى بستعملها. هي اللي بيحبوها، وحتى ايه لو عيل لقى حتة مع الرز بياكلها، لان عيالي الحمد لله ما شاء الله بياكلوها. بشوحها مع الرز حلو قوي، مع نقطة زيت كده عشان تديله لمعة. وخلاص كده ايه سقيت الرز وهركنه بقى ايه يستوي مع نفسه. وهبدأ بقى ايه اعمل ايه في الصلصة، واقطع العيش واحمصه. خليكم معايا يا حبايب قلبي وكملوا للاخر. انا عامله لكم الفيديو قصير جدا علشان ما يكلفش حد باقات، ولا ياخد من وقت حد. هو للي مش عارفة تعمله، للعروسة الجديدة، للعيال الصغيرة. يعني انا بنتي بتفتح قنوات اليوتيوب، لو في حاجة وانا مش موجودة بتعملها، بتشوف بتتعمل ازاي وبتعملها. هنا كنت بعمل الصلصة، وقطعت قرن فلفل كده يديها حرقان شوية، وهحط عليها معلقة توم حلوة كبيرة. كملوا معايا للاخر يا حبايب قلبي وصلوا على النبي كده. وعايزة اشوف كومنتاتكم الجميلة، ونورتوني وشرفتوني، وعلى راسي كلكم، وكل اللي بيسيب لي تعليق، وكل اللي بيكتب لي كومنت وبيحفزني اني استمر. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا اخواتي. ويا رب يديم بينا المعروف ويديم بينا المحبة، ويا رب اكون عند حسن الظن. هنا كنت بقى طبعا بشيل الوش بتاع الشوربة ده، بس كنت بوريكم برضو ايه شكلها. هنا بقى دي الصلصة كنت بطشها بالخل الأول، بعد ما التومة خدت لون كده بطشها بالخل عشان تديها مزازة بقى والحاجات دي. بصراحة كانت حلوة جدا 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 ما شاء الله يعني. والله عيالي كانوا أصلا مبهورين من الريحة من قبل ما ياكلوا. أنا عايزة أقول لكم إن أنا بسجل يعني الأصوات اللي ورايا والخلفيات كلها يا أمي والنبي يا أمي يلا بسرعة، الله على الريحة يا أمي. بصوا بقى هنا الصلصة وطشتها بالخل، وحطيت عليها بقى الطماطم ضربتها في الخلاط وحطيتها، وحطيت عليها كل التوابل بتاعتها وسبتها مع نفسها. دي بقى حتة تومة الايه للعيش. انا بحب العيش كده، عيش بالتوابل كده بتومة، وبيديله طعم حلو قوي. يعني حتى لو اتبقى عيش من الفتة، والفتة خلاص واللحمة والرز خلصوا، عياله بيقعدوا رايحين جايين يلقطوا في العيش ده والله. يعني انا بقول خلاص ما دام اتبقى شويه عيش احطهم في شويه كيس كده واشيلهم. لا والله عياله بياكلوهم يعني ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. بيقعدوا يلقطوا فيه كده من كتر ما هو حلو. بحط عليه ملح، كمون، شويه فلفل اسود، والتومه طبعا.
هنا كنت بسقي بقى، خلاص خلصنا بفضل الله، وبسقي العيش بشوية شوربة، تمام، وشوية صلصة علشان يبقى برضو العيش مش العيش طعمه والرز طعمه، والعيال بقى يسيبوا العيش في الآخر زي ما كنا بنعمل زمان يعني. لا، بعمل كله كده الأول، بقلبهم في بعض خالص عشان كله ياخد من طعم بعضه علشان تتاكل لآخر معلقة، وبفضل الله الحمد لله ما شاء الله اتاكلت لآخر معلقة الحمد لله. طبعا الكلب، احنا عندنا كلب اسمه باور. طبعا الكلب موجود فوق السطح، كان عايش معانا جوه البيت اصلا يعني. فين وفين لما اقنعت ابني، سنة بقنع ابني انه ما ينفعش كلب في البيت عشان الصلاة والكلام ده. الحمد لله بفضل الله اخيرا اقتنع وجبنا له قفص فوق. طبعا اول حد عملت له اكل باور بأمانة الله يعني قبل ما نغرف لنفسنا غرفت له هو بس. طبعا يعني هو عيش البواقي بتاعتنا، العيش الناشف على شوية شوربة على حتتين دهن كده بكبر بخاطره وخلاص، وخليت الواد طلعه لهم وقلت هي ياكل قبل ما احنا ناكل. لان كنت بره بقى طبعا ومفيش حد بيفكر فيه قوي يعني، ابني عنده تمرين وشغله فبينسى ساعات. فبصوا بقى، اللهم صل على النبي، عامله ازاي؟ صلوا على النبي كده بقى في الكومنتات وقولوا لي كومنتات حلوه، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ينصر اهل غزه يا رب، ويعوضهم كل خير ويكبر بخاطرهم ويحمي اطفالهم وشيوخهم ونسائهم ويرزقهم يا رب، ويبرد قلبنا ان شاء الله باذن الله. يعني اتمنى ان تكونوا تتفرجوا معايا يعني معايا لحد دلوقتي في الفيديو، كلكم تدعوا لاهل غزه ربنا ينصرهم باذن الله تعالى. هنا بقى بحط عليها كده شويه صلصه وبروقها. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يسترها عليكم وعلينا يا رب.